السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة وصفة سهلة جدا. هنحول اللية بتاعة الخروف لسمنة غير مهدرجة، حلوة وجميلة وتقدري تستخدميها في اي حاجة. اول حاجة نبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة كده انا جبت اللية بقى بتاعة الخروف ومسكتها، قطعتها زي ما انتم شايفين شرايح رفيعة كده، وبدأت أقطعها قطع صغيرة على قد ما تقدري. استخدمت المقص، كان سهل جدا وسريع، قطعه لي بسرعة وما أخدتش وقت مني. هنحولها لسمنة غير مهدرجة، مفيدة جدا جدا جدا، أحسن من السمنة اللي احنا بنشتريها من بره. اللي هي مفيدة، أنا بستخدمها في حاجات كتير قوي. وأكيد لاحظتوا إن أنا حطيتها ياما في أكل بس كنت ببشرها. قررت بقى إن أنا أعمل لكم بقى طريقة تيتا الله يرحمها، وطريقة ماما ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، واحولها لكم لسمنه. هتشوفي شكلها عامل ازاي دلوقتي. مفيده جدا، بتدي ريحه حلوه قوي للطبيخ. بستخدمها في حاجات كتير قوي. انا بحب احط اللي هي في العيش باللحمه، بحط قطع مبشوره في العيش باللحمه. بحب احطها في الطبايخ بتاعتي، وبالذات الباميه بتديني طعم الباميه باللحمه الضاني بالظبط. بستخدمها كمان في العصاج، في المحشي، في حاجات كتير جدا يعني. فانا حبيت ان انا احولها لسمنه، بحيث ان انا لما اجي استخدمها يبقى الموضوع سهل عليا. وكمان اعلمكم ازاي او اعرفكم ازاي بتحولوا اللية دي لسمنة شكلها شبه السمنة بالظبط، مرملة زي السمنة بالظبط. بس الفرق بينها وبين السمنة ان هي غير مهدرجة ومفيدة، مفيدة جدا جدا. يعني احسن بكتير. يعني هي السمنة عموما مضرة ولكن هي احسن من السمنة اللي احنا بنشتريها جاهزة يعني. نصلي بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة الجمعة، ما تنسوش تصلوا على الرسول كتير وتذكروا ربنا كتير، وتدعوا المرضى المسلمين اجمعين بالشفاء العاجل يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، ويبارك لنا في صحتنا وفي عافتنا في اولادنا وفي اهلنا وفي حبايبنا، اللهم امين يا رب العالمين. ويحفظني ويحفظكم ويحفظ لنا اولادنا يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده بقى، قطعتها كلها ونزلت بيها في حلة سخنة كده على النار زي ما انتم شايفين. ونبدأ بقى بسم الله كده نشوف هنعمل ايه، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا ما حطيتش معاها خالص اي حاجة، انا حطيتها هي كده على طول في الحلة، وهبدأ اقلبها بالراحة كده. هي هتبدأ تنزل دهون منها في نفسها كده، هتبدأ تنزل دهون. هحط لها ايه؟ هحط لها شويه بهارات كده يحسنوا من الريحه بتاعتها. هتبقى عباره عن ايه البهارات دي؟ هحط حبهان وافتحيه وحطيه، وحطي كمان قرف قرنفل، حبهان وقرنفل. وهحط شوية ملح وشوية فلفل اسود، حوالي معلقة من الفلفل الاسود وحوالي معلقتين كبار من الملح زي ما انتم شايفين كده. والحبهان هفتحه واحطه. الحاجات دي هتضيع ريحة اللية او ريحة الضاني اللي في ناس ما بتحبهاش دي. الحبهان والقرنفل والفلفل الاسود هيضيعوا الريحه دي تماما، مش هيخلوكي تحسي بيها، وهيدوكي ريحه حلوه قوي للسمنه اللي انت هتعمليها. زي ما انتم شايفين كده هي بدات تسلي مع نفسها وتنزل الدهون اللي فيها. وانا سايباها على النار براحتها. هسيبها بقى تسلي كده شويه وبعدين نشوف هنضيف عليها ايه تاني. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت كوباية ونص من الزيت، زيت عباد الشمس او زيت ذرة اللي موجود عندك حطيه. كوباية ونص من الزيت زي ما انتم شايفين كده. هحط ايه كمان؟ هحط نص كيلو، او انا عامله الليه كامله يعني ليه خروف كامله. فانا حطيت كيلو كامل من اللبن. اللبن ليه؟ هيخليها زي السمنه بالظبط، وبيديها ريحة وطعم حلو جدا. هحط كيلو من اللبن زي ما انتم شايفين كده. هسيبها تسلي شوية كمان. اغلي اللبن وهحط اللبن يكون سخن مش ساقع. ما تحطيش اللبن ساقع، حطي اللبن سخن عشان ما يقطعش منك ويديكي نتيجة مش حلو. بصوا عمالة تسلي وتزيد بقى الدهون بتاعتها ازاي ما شاء الله.
انا بقى اسيبها كده تفضل تغلي وتسلي مع نفسها، وهقول لكم هعرف امتى ان هي استوت. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا حبيت اعمل لكم تحويل اللي السمنة ده فيديو لوحده، لان في ناس كتير مبتبقاش عارفة تعمل بيها ايه وتستخدمها ازاي، ومش حابة ان هي تكون تقيلة معاها في الاكل. فانا حبيت اعملها لكم كده فيديو لوحده، عشان اللي ما بيعرفش يحولها لسمنة يشوفها وهي بتتحول بتاخد وقت قد ايه، وبتتحول ازاي، وشكلها في الاخر والنتيجة بتبقى عاملة ازاي. عايزة اقول لكم انا بستخدمها دلوقتي في كل انواع الطبيخ اللي بعملها، ريحتها حلوة جدا، مش تقيلة زي ما بتستخدمي اللي هي وهي مركزة زي ما هي. مفيدة طبعا زي ما قلت لكم، مش مهدرجة زي السمنة اللي بنشتريها. لو لقيتي اي ريم على الوش بتلميه وبتسيبيها تفضل تغلي وتسلي مع نفسها. بصوا القطع بتبدأ تصغر وتخس ازاي، بتسلي بقى، بتنزل الدهون اللي فيها. بسيبها بقى تفضل تغلي كده على راحتها على النار، لحد ما هقول لكم هتوصل لحد فين، واوريكم كمان الشكل النهائي بتاعها. هحط لها بقى كيلو من اللبن، كوباية ونص من الزيت، وكيلو من اللبن، معلقة من الفلفل الأسمر، معلقتين من الملح، حبهان وقرنفل. بصوا حطيت اللبن المغلي اهو، بصوا عليها، وهسيبها بقى باللبن ده تغلي تغلي وتسلي وتسيح في بعضها كده لحد ما توصل زي السمنة البلدي. لما بتيجي تسيحيها كده بتعمل حاجة زي المورتة من تحت كده. هو ده المقياس بتاعي اني اعرف هي استوت ولا لا. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هسيبها على نار متوسطة نص ساعة، وابدأ بقى ايه اقلب فيها كل شوية كده لحد ما توصل معايا للنتيجة اللي انا عايزاها. هي كل ده لسه ما وصلتش للقوام والنتيجة اللي انا عايزاها. بصوا لسه لون اللبن باين فيها ازاي ولونها عامل ازاي. هي مش هيبقى لونها ولا شكلها كده خالص في النهاية. النتيجة هتبهركم بجد، حاجة حلوة قوي، ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم ليها استخدامات كتير قوي. حطي منها حته في العيش باللحمه تديكي طعم تحفه. حطي منها في العصاج بتاع الرقاق والحاجات دي. حطي منها في الطبيخ، في الرز الحمر. هنزل لكم طريقه الرز اللي هو شبه الكبسه شويه كده، في المكرونه المبكبكه. الحاجات دي بتحب طعم الضاني، فحطي منها في الباميه. في الطبايخ بتاعتك العاديه بقى، الفاصوليا، البزله، الحاجات دي بتحطي منها معلقه مع معلقه من الزيت، بتديكي نتيجه حلوه قوي في الطعم والريحه وانتي بتطبخي بيها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين كده هسيبها بقى تفضل تغلي. بصوا اللون بدأ يتغير ازاي بقى، تحسي ان هي بدأت تبقى سمنة بجد، مع انها لسه برضو هي كده ما وصلتش معايا للنتيجة اللي انا عايزاها. لسه قدامها شوية سوا تاني. انا مهدية عليها النار وسايباها تاخد وتدي على راحتها خالص. بس بصوا بقت سمنة ازاي على الوش، لون اللبن راح منها، لونها بقى صافي زي السمنة كده. هسيبها، بصوا كل ما بسيبها على النار وقت اطول كل ما بتديني نتيجة افضل. اللي هي اللي فاضلة دي هعمل فيها ايه، هقول لكم برضو هنعمل فيها ايه وهنستخدمها ازاي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله بجد حاجة روعة. بصوا كده هتلاقوا الريم الابيض اللي انتوا شايفينه ده مش ريم، ده اللي هي المورتة اللي بتبقى في السمنة، هي برضو بتطلع حاجة زي المورتة. انا هفضل سايباها بقى تغلي كده لحد ما لون المورتة اللي في القعر دي تديني اللون الذهبي. لما تديني اللون الذهبي انا هعرف ان هي كده خلاص وصلت للسوى اللي انا عايزاه. هبدا اطفي عليها بقى واقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا اللون انا عايزاها تغمق شويه كمان يبقى لونها ذهبي حلو كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هي كده استوت معايا، هبدأ اصفيها بقى عشان استخدم السمنة لوحدها، والقطع اللي طلعت منها دي لوحدها. هستخدم الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده، وهنشوف النتيجة المبهرة معانا. حاجة كده روعة 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 بجد، يعني ما شاء الله ريحتها وطعمها في الاكل حاجة تحفة بجد. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.
زي ما انتوا شايفين كده، بصوا طالعه سمنه زي العسل. والقطع دي بصوا مرمله وجميله ازاي. سبتها لتاني يوم بقى، بردت ومسكت. حطيتها في التلاجة شويه، بصوا ما شاء الله سمنه، تحسيها سمنه بالظبط، ما فيهاش اي شكل او ريحه من اللي. والقطع السليمه حطيتها في علبه كده لوحدها، هستخدمها في ايدي، تتحط في المحشي حلوه قوي. وهنستخدمها في وصفات تاني ياما. هوريكم كل حاجه، فيديوهات عمليه كده هنعمل ايه بالقطع وبالسمنه. السمنه انا بدات فعلا استخدمها في الطبيخ، ريحتها وطعمها حلو قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها وقوامها ما شاء الله. ما حطيتش عليها اي حاجه، هو الحاجات اللي انتم شفتوها بس. كيلو من اللبن، كوبايه ونص من الزيت، فلفل اسود وملح وحبهان وقرنفل. وصفتها كده، حطيت القطع السليمه لوحدها والسمنه لوحدها، طالعه معايا زي العسل ما شاء الله. اللهم بارك. مش هنحتار بعد كده ولا نقول هنعمل ايه بلية الخروف في العيد او كده. ادينا عرفنا هنطلع منها سمنة مش مهدرجة، صحية ومفيدة، وتدينا ريحة وطعم في الاكل حلو جدا. الطريقة دي طريقة تيتا الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويرحم أموات المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. طريقة حلوة قوي. السمنة طالعة حلوة قوي زي ما انتم شايفين، كميتها حلوة جدا كمان. حاجة كده يعني ما شاء الله، اللهم بارك زي العسل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.